ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو وحادق مع المسية. والنهاردة هعمل معاكم ماسك للبشرة، من اجمل الماسكات اللي انا بحبها وبحب اعملها على طول، لان مكوناتها بسيطة وموجودة في كل بيت. لكن بالرغم ان مكوناتها بسيطة ليها نتائج فعالة مبهرة جدا في شد البشرة وفرد التجاعيد، يعني تجاعيد الجبهة والتجاعيد بتاعة الضحكة، رفع الخدود، نفخ الخدود. ماسك في منتهى الجمال، هيعجبكم جدا، انا واثقه زي ما بيعجبني. وكل ما ببقى عاملاه ببقى مبهوره بالنتيجه بتاعته. مكوناته بسيطه وان شاء الله هتكون عندك موجوده في البيت. لازم نهتم ببشرتنا في الشتاء علشان الجفاف بتاع الشتاء، والبشرة بتبقى ناشفة، ولما البشرة بتبقى جافة بتعمل تجاعيد في بشرتنا. وكمان ما ننساش ايدينا ورقبتنا مع بشرتنا. الايدين اكتر حاجة معرضة للمية كتير، مية وهواء، يعني نشفان في الجلد، ويعني تشققات بتحصل للايدين. مش عايزه اقول كمان بيبقى فيها قشف ساعات، خاصه لو كنت زي كده بتستخدمي ايديكي من غير جوانتي، اما مش بتلبسي اي جوانتيات في ايديكي وانت بتعملي حاجه البيت. يلا بينا نبتدي في الماسك على طول، من غير ما اطول عليكم، علشان ايه نقدر نعمله بسرعة بسرعة ونستفاد منه ان شاء الله. بصوا انا هنا معايا معلقة لبن بودرة، تقدري تستخدمي لبن بودرة، تقدري تستخدمي كمان اللبن لما بيبقى مركون في التلاجة بيكتل كده، بس بدوسة بسيطة كده بيتفتفت. تقدري تستخدمي لبن حليب، تقدري تستخدمي لبن مبستر، اي نوع لبن عندك تقدري تستخدميه. انا هحط عليه حوالي نص كوباية لبن. اتفقنا ان الوصفات الطبيعية جميلة وفعالة ومفيدة، بس ما نكترش منها عشان هي ما فيهاش اي مواد حافظة، فهي بتبوظ بسرعة. يعني بنعمل على قد بس استخدام يومين 3 اسبوع بالكتير. هنقلب كده حلو اللبن. هجيب كمان نص معلقة صغيرة من نشا الذرة، او دقيق الحبة الكاملة، او دقيق الشوفان، التلاتة ينفعوا معايا. انا حاطة نص معلقة من الدقيق الحبة الكاملة، يعني الدقيق الاسمر. طبعا كلنا عارفين ان هو كله فوائد. وهبتدي اقلب كويس جدا. الماسك ده جميل جميل يا جماعة، لو جربتوه هتلاقوا نتائج مبهرة في بشرتكم وفي رقبتكم. طبعا ما تنسوش تعملوا رقبتكم مع بشرتكم، وكمان ايديكم، لان الايدين هي اللي شقيانة وطول النهار في المية والصابون والغسيل والكلام ده كله. معايا بقى المكون الفعال اللي انا بحبه جدا جدا في فرد التجاعيد، وهي الخميرة. انا بجيب بالباكو خميره كده يا جماعه، وبقطعه بفتله خيط، يعني بفضل اقسم فيه، مش بيتفتفت معايا ولا اي حاجه. وبشيله كل حته لوحدها في كيسه في الفريزر، لازم يتشال في الفريزر عشان ما يبص. الخميره البيره ما ينفعش تقعد في التلاجة من تحت، لان هي بتبوظ. لازم تتشال في الفريزر، وبتقعد معايا تقريبا طول فترة الشتاء، مش بيحصل لها اي حاجة لما بتكون في الفريزر. لو ما عندكيش خميرة بيرة تقدري تجيبي خميرة فورية. هاخد حتة قد ايه؟ هاخد حتة كده قد عين الجمل اهو، كده هتقطعيها بالحجم ده او باكبر شوية. آه انا شايفة ان الحجم ده كويس، وتشيليها في الفريزر. انا ابتدي اهرس الخميرة كده لغاية لما تدوب خالص معايا. طبعا لو ما عندكيش خميرة كبيرة تقدري تستخدمي الخميرة الفورية. هتحطي معلقة كبيرة، يعني بمعدل الباكو كله اللي بيتباع بره العادي دوت، الباكو الصغير ده. هقلب كده بقى، وهروح بيها على النار على طول لغاية لما القوام بتاعها يبتدي يتقل معايا. الماسك معايا اهو جهز كده. الماسك معايا بعد ما حطيته على النار واخد القوام الكريمي ده الجميل ده. انا هسيبه بس يهدى شوية، وبعد كده نرجع نكمل الماسك مع بعضنا. كده يعتبر الماسك برد، برد مش كويس، يعني هو دافي. فانا هحط له حوالي ربع معلقة بس كده، من معلقة صغيرة حتة كده كركم. كركم كلنا عارفين ان هو فعال قد ايه في تفتيح البشرة ونضارتها وترطيبها. حاجة جميلة كده جدا من الاخر الصراحة. هبتدي اقلب بقى كويس كده. هبتدي ازود عليه معلقة صغيرة بس من زيت الزيتون، زيت اللوز، كبسولة من فيتامين اي، اي حاجة من المكونات من الزيوت اللي انا قلتها ديت
تنفع معايا. انا حطيت حوالي معلقه صغيره، احط كمان عصره ليمونه، نقطتين 3 بس من الليمون. لو بتتحسسي من الليمون بلاش منه، تقدري تحطي ميه ورد، ولو ما عندكيش تقدري تكتفي بالمكونات اللي احنا عملناها ديت بس، من غير زيت ومن غير ميه ورد. هبتدي اقلب بقى كده كويس الخليط بتاعي. شوفي بقى الجمال والحلاوه وشده البشره وفرد التجاعيد. مش هتلاقي تجاعيد خالص في وشك ان شاء الله مع الاستمرار في الماسك ده. هبتدي بقى اجيب الفرشه، تستخدميه على بشره نظيفه. اي ماسك يا جماعه بنعمله لازم يستخدم على بشره نظيفه، ما تكونش مدهونه. هبتدي اوزعه كده كويس على بشرتي. وقلنا ما ننساش الرقبه يا جماعه، نفرد كده ايدينا العقل كده عشان الكريم يبقى داخل في الخطوط بتاعه العقل اهو. وهسيبه لغايه لما يبتدي يجف، يعني حوالي تلت ساعه كده. ونرجع نشوف مع بعض نتيجه الماسك الجميل دوت ايه. هو تقريبا كده الماسك ليه حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه، فهو جف. انا مش عايزاه ينشف جامد قوي علشان ابتدي افركه. وكل ما تسيبيه ينشف شويه يعني هيسد البشره، هيشدها وهيمحي التجاعيد اللي فيها. بس لغايه كده ما تتحكمي فيه ان انت تبتدي تفركيه. طبعا وانا حاطاه انا على طول بوزعه كده. فانا دلوقتي عايزه ادعك كده شويه، يعني اعمل تدليك كده شويه في ايدي كده وعندي العقل كده. وهبتدي اعمل التدليك الصح للبشرة، ان انا احرك الجلد بتاع البشرة عشان احرك الدورة الدموية. انا مش عايزة احرك الجلد بس كده لفوق، لا انا بضغط عليه وببتدي اعمل حركات دائرية كده علشان خاطر اجري الدورة الدموية. وهبتدي افرك في الماسك. ماسك جميل يا جماعة، يعني ما تستغربوش ان مكوناته بسيطة، هتشوفوا نتيجة منه في منتهى الجمال والروعة. كده حبايبي الماسك نشف تماما. الحقيقه انا جيت امنتج الفيديو لقيت الجزء ده ما اتصورش، فانا بعيده معاكم تاني، اللي هو طريقه ازاله الماسك. كده الماسك نشف معايا تماما. فانا هفركه. بصوا طريقه الفرك بعد ما عملنا تدليك ووزعناه حلو على البشره. انا كده بفركه، بشيل كل الجلد الميت اللي في البشره اهو. هو كده بيطلع معايا كله. بصوا انا طبعا كنت عملته المره الاولانيه، يعني دي المره التانية، فما فيش جلد ميت. انا كده هفركه بقى، هفضل افرك فيه كده لغايه لما يطلع كده كله اهو. بصوا يعني هو كل ما يتساب شويه بتلاقيه بيطلع كده. هروح بقى اغسله، يعني افركه في الحوض. انا حاطه تحتي طبق علشان اللي ينزل عليه. هروح بقى افركه في الحوض، اكمله فرك في الحوض كده واطلعه كله، واجي اوريكم هو شكله ايه بعد ما خلصته. اهو يا حبايبي انا عملت للماسك كده ازاله خلاص. بصوا مفيش طبعا جلد ميت. جلد الايد بتلمع من كتر ما هي اتعملت مرتين في ازاله الجلد الميت. طبعا هي المفروض تتعمل مره واحده بس. دلوقتي بقى هي محتاجه مرطب. فانا بحب في الشتاء قوي ترطيب جوز الهند. زيت جوز الهند هو ناشف علشان الدنيا شتاء طبعا، بس انا بحبه جدا لانه بيرطب بجد. فهبتدي كده ادهن ايدي اهو. هترجع بشرتك صدقيني هتحسيها زي بشرة البيبيهات بالظبط، زي بشرة الأطفال. يا رب تجربوه يعجبكم. طريقة الفرك سهلة مش صعبة، بس أنا قلت أصورها لكم برضو عشان تقولوا إزاي يتشال. تغسليه بمية دافية فترة، وبعد كده ترطبي بشرتك على طول علشان الهواء ما يخليهاش تنشف مطرح ما شلنا الجلد الميت كله. يا رب تجربوها وتعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو جاي إن شاء الله مع حلو وحادق مع المسية. باي.